السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حبايبي، ايه رأيكم في الجمال ده؟ عملنا احلى كباب حلة باحلى تكات. عايزين تعرفوا عملناه ازاي وطلع بالجمال ده ازاي؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهارده هنعمل مع بعض احلى واطعم كباب حلة. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، مش هياخد مننا وقت خالص. عندنا اللحمة بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده، مقطعينها مكعبات. ممكن تقطعيها مكعبات صغيرة، مكعبات كبيرة، زي ما انت ايه حابة. تمام حبايبي. عندنا بصلتين كبار متقطعين جوانح. هي دي مقاديرنا لكباب الحلة. طيب، اما التوابل بتاعتنا واحنا شغالين هنستخدمها مع بعض. خليكم معايا. اول حاجه هنجيب حلتنا على البوتاجاز وهننزل فيها بمعلقه سمنه كده، تكون كده حلوه يعني مش صغيره. تمام حبايبي. وبعدين هننزل باللحمه بتاعتنا نديها صدمه. هنسمي الله كده، ننزل باللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها كده بس مش هنقلب فيها ثواني. هنقلبها بقى. اول كده ما اللون بتاعها يغير هننزل عليها بالبصل بتاعنا. ننزل بقى بمعلقه فلفل اسمر. ننزل بنص معلقه ربع معلقه جوز الطيب مطحونه. هننزل بمعلقه بهارات لحمه او ال7 بهارات. هنقلب بقى كل التوابل الجميله دي مع اللحمه. الريحه حكايه. نقلب. اللحمه لونها غير خالص اهو. ننزل كمان بنص معلقه سكر. السكر بيساعد ان اللحمه بتاعتنا تستوي بسرعه. مش هنحط ملح دلوقتي خالص. نحط الملح لما تستوي 3/4 سوا كده، عشان الملح بيخليها تاخد وقت في السوا. ننزل بقى بالبصل بتاعنا. نقلب بقى الحاجات الجميله دي كلها مع بعض. الريحه روعه روعه روعه. بس كده. هنوطي عليها خالص. احنا عايزين نخليها تستوي على نار هاديه. هنوطي عليها خالص وهنسيبها بقى هي هتنزل الميه اللي فيها. البصل هينزل الميه بتاعته واللحمه هتنزل الميه بتاعتها وهتستوي فيها. بس كل شويه لو لقينا الميه بتاعتها قلت خالص نزودها نص كوبايه ميه. تمام. يبقى متابعينها كده كل شويه نبص عليها. لقينا الميه بتاعتها قلت نحط نص كوبايه ميه لحد اللحمه بتاعتنا ما تستوي. دلوقتي حبايبي اللحمه بتاعتنا كباب الحله استوت نص سوا. تمام. بس هي كانت السوائل اللي فيها نشفت خالص، فحطينا لها نص كوبايه شوربه. يعني مفيش شوربه حطي ميه. انا كان عندي شوربه فحطيت نص كوبايه
تمام حبايبي. هننزل بقى بدكه كده لو متوفره، يعني هي مش اجباري، هي اختياري. بمعلقه صغيره دبس رمان. بصوا حبايبي، ده بقى بينقل كباب الحله في حته تانية، بيخليه طعمه حكايه. ما عندكيش دبس رمان، حطي ليمونه كامله، ليمونه كامله مع معلقه عسل اسمر. دلوقتي حبايبي اللحمه بتاعتنا استوت، احلى كباب حله. بصوا الكرمله والصوص بتاعها ما شاء الله طالع حكايه. كده اللحمه استوت خالص وملحناها، بقت تمام. هنقدمها بقى طبق التقديم، هنشوف الشكل النهائي عامل ازاي. حبايبي ده الشكل النهائي، ايه رأيكم في الجمال ده؟ احلى كباب حلة عملناه مع بعض، عملناه مع بعض خطوة بخطوة. بصوا الجمال، شوفوا الصوص بتاعه، احلى صوص واحلى كباب حلة. عملنا طبعا بطريقة سهلة، ما خدش مننا وقت خالص، بصل ولحمة وشوية توابل، طالع حكاية. ما تنسوش بس معلقة دبس الرمان، ولو ما فيش دبس رمان، ليمونة، عصرة ليمونة كاملة ومعلقة عسل أسمر، بينقل كباب الحلة نقلة تانية خالص. حاجة كده ايه، تحفة تحفة تحفة. بصوا حبايبي، شفتوا الجمال؟ حاجة تفتح النفس. جربوه بالطريقة دي هتعجبكم قوي قوي قوي. وما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك فيها عشان يوصل له كل جديد. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.